بزاف ديال الناس كيفكروا في رومانيا كما قلت لكم لانها هي اسهل بروسيدور واسهل شروط كاينه وما كاين لا بلوكاج ما كاين والو. يعني بزاف الناس غادي يتكبوا على رومانيا هذا العام. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على الدراسه في رومانيا 2024 2025. شنو الحوايج اللي تبدلوا في الدراسه في رومانيا من وراء مدخلات ليسباس شينغن، شنو هما الامتيازات، كيفاش يمكن لكم ديروا لي زانسكريبسيون، وشنو الحوايج اللي خاصكم تعرفوهم قبل ما تجيو تقراو في دوله رومانيا. بطبيعه الحال الدراسه في رومانيا ولا الحياه في رومانيا تبدلات من وراء مدخلات ليسباس شينغن، وتبدلوا بزاف الحوايج مقارنه من العوام اللي فاتوا. داكشي علاش درت لكم هذا الفيديو باش تكونوا عارفين شنو اللي كاين في الابديت ديال هذه المره هذه. فرومانيا دخلت ليسباس شينغن، هادشي كيعني انك الا كانت عندك الاقامه ديال طالب يمكن لك انك تسافر في الدول ديال شينغن، فرنسا، ايطاليا، المانيا كيف ما بغيتي، ما تحتاج لا فيزا لا والو. بحال عندك الاقامه تاع فرنسا وتاع المانيا بحال عندك اقامه تاع رومانيا نفس الشيء. وان شاء الله في الفيديوهات الجايين راه غادي تبقاو تشوفوا السفر اللي غنوليو نديرو ان شاء الله في الدول ديال ليسباس شينغن. هذه واحد الحاجه اللي بزاف ديال الناس كانوا كيتسناو ديال الطلبه، عاد تحقق هذا الحلم هذا من بعد معاناه طويله ديال رومانيا بالانضمام ديالها لشينغن. دونك بطبيعه الحال تبدلوا بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للاثمنه ديال القرايه فهما طلعوا بطبيعه الحال، هما كيطلعوا كل سنه صراحه، فهم كيطلعوا كذلك. المعيشه في رومانيا فهي تزادت. دونك شنو هما الامتيازات ديال الدراسه في رومانيا؟ اول حاجه وهي دوله داخله في شينغن اللي يلاه هضرنا عليها، ويمكن لك انك تسافر بكل حريه ما تحتاج لا فيزا لا والو. ثاني حاجه وهو الدبلوم ديالها معترف به بطبيعه الحال في الدول الاوروبيه كامله. ثالث حاجه وهو ان رومانيا وبلغاريا دابا هما اسهل دول اللي داخلين في شينغن باش تجي انك تقرا فيهم، اللي مازال البروسيدور ديالهم سهله. شنو هما الشروط ديال الدراسه في رومانيا؟ جوج ديال الشروط فقط. اول حاجه خاص يكون عندك بكالوريا، حاجه ضروريه تكون عندك البكالوريا، بدون البكالوريا ما يمكنش لك انك تجي تقرا في رومانيا. وثاني حاجه يكون عندك الضامن في الفيزا. شنو كنعنيو بالضامن في الفيزا؟ بالنسبه للضامن في الفيزا هو شي واحد اللي غادي يضمنك، يعني اللي غادي يدير لك بريزون شارج واللي غادي يبين بانه غادي يتكلف لك بالمسائل ديال الدراسه ديالك وكل شيء. الامتيازات اللي كاينين في رومانيا وانها ما كاين لا بلوكاج تاع الفلوس لا والو، يعني الضامن ما خصو لا يبلوكي فلوس لا والو، غير هو غادي بريزونطي الوراق ديال الخدمه ديالو، الصالير ديالو، 6 شهور اللي فاتت ديال غولفي بونكير. وبطبيعه الحال يكونوا عنده بعض الفلوس في الكونت بونكير، تقريبا واحد 5-6 المليون فما هو فوق، على حساب كل واحد والجهد ديالو. كل ما حطيتي اكثر كل ما مزيان. بالنسبه للصالير الناس اللي كيسولوا فهم ما كيقولوش لك شحال بالضبط خاص يكون عنده الصالير، بطبيعه الحال يكون اكثر من السميك ويكون الامور ديالو مزيانه. بالنسبه للكارون يقدر يكون في المغرب ولا خارج المغرب، بحال ما كتبدل حتى شي حاجه. اهم حاجه هو انه يكون من العائله ديالك. وبطبيعه الحال كان عندك الكارون شويه ضعيف ممكن انك تزيد كارون واحد اخر، يعني تقدر دير جوج ديال الناس اللي غادي يضمنوك. دونك واحد الحاجه اللي سهله وما فيهاش بزاف ديال الصعوبيات، زائد البكالوريا كما هضرنا عليها. هادشي هو اللي غادي تحتاج في رومانيا. بالنسبه للنقطه اللي كتحتاجها رومانيا في 2024 2025 وهي 12 في البكالوريا. ولاو بزاف الجامعات اللي منهم تيميشواره، اللي منهم كلوج، واللي منهم بوخارست، ولاو كيطلبوا 12 في البكالوريا فما فوق. هادشي ما كيعنيش ان صحاب 10 وصحاب 11 ما غيتقبلوش، حتى هما كيتقبلوا، غير هما كتكون الحظوظ ديالهم شويه ضعيفه مقارنه مع صحاب 12 بطبيعه الحال. دونك هادو هما اهم التغييرات اللي تبدلوا. بالنسبه للاثمنه ديال الدراسه هنا في رومانيا فهما ابتداء من 2000 اورو فما فوق، على حسب التخصص ديالك، على حساب المدينه وعلى حساب لافاك. فبالنسبه مثلا بغيتي دير اني بريباراتوار عام ديال اللغه الرومانيه، تجي الرومانيا تقرا العام ديال اللغه الرومانيه، فكتكون من 2000 اورو حتى ل 3000 اورو. اما الا بغيتي تقرا مثلا الاقتصاد او بغيتي تقرا القانون ولا شي برونش واحده اخرى كيكونوا تقريبا من 2000 اورو حتى ل 2700 اورو، داكشي على حساب التخصصات ديالك. بالنسبه للناس اللي مازال ما عارفينش فوليت كنتكلف بلي زيتيديون هذا العام هذا، وليت كنعاونهم وكنتكلف ليهم بالدوسي ديالهم. دونك بالنسبه لشي واحد اللي ما باغيش يصدع راسو مع الوراق، ولا اللي خايف انه يغلط في شي ورقه، ولا اللي بغى شي واحد يعاونو في الوراق ديال الانسكريبسيون او في الفيزا كذلك، فممكن تصيفطوا لي ميساج في انستغرام، تما كنشوف الميساجات، ماشي في فيسبوك ولا في شي بلاصه واحده اخرى ولا في يوتيوب. صيفطوا لي ميساج في انستغرام، تما راه كنجاوبكم، تما راه غادي نشوف الميساجات ديالكم. وبطبيعه الحال فاش كنبداو لي زانسكريبسيون راه كندوزو الواتساب ديك الساعه، وفي واتساب كيكونوا فيها غير الناس اللي بديت معاهم لي زانسكريبسيون وبديت معاهم البروسيدور ديالهم. وكما كتعرفوا واحد البلان زوين اللي دايروا مع لي زيتيديون هذا العام هو اي واحد دفع معايا وقدر ولا قدر الله وجاه شي روفي ديال الفيزا ولا ديال الانفيتاسيون، راه كنرجع عليه 80% من الفلوس ديال السيرفيس اللي عطاني. دونك هذا واحد البلان زوين اللي دايروا مع لي زيتيديون اللي صراحه عجبهم بزاف، لانه ما كيكونش واحد الريسك كبير بزاف في لي زانسكريبسيون هنايا في رومانيا. ماشي بحال البيروات الاخرين اللي واخا كترفض لك الفيزا ما كيعقلوش عليك وكيديو لك فلوسك، وهنا كيكون الانسان في واحد الريسك دار فلوسه وفي الاخر ما كيمشيش. وانا درت راسي في بلاصتكم، وحتى انا كنت اتيدون وكنت في نفس السيتوياسيون، وفكرت في هذا البلان ديال ان
نتعاون مع لي زيتيديون بهذه الطريقه هذه. واخا انا مالي والو في الفيزا، انا ما غاديش نكذب عليك بحال لي زاجونس الاخرين ونقول لك الفيزا 100% غارونتي، ما كايناش شي حاجه 100% غارونتي. نتوما راه كتعرفوا الفيزا ماشي 100% غارونتي على حساب كل واحد. بعض المرات يقدر يكون الدوسي ديالك كله مقاد وكل شيء، في الاخر يعطيوك روفي، وبعض المرات يقدر يكون الدوسي ديالك عادي جدا وفي الاخر راه يعطيوك الفيزا ديالك. دونك كما كتعرفوا نتوما انا ما غنجيش نقول لك حقا نبدا نطلق عليكم ونقول لك حقا الفيزا 100% وهذا ما كاينش هذه القضيه. حنا غنديروا المجهودات ديالنا بطبيعه الحال، غادي نوقف معكم في الفيزا، غادي نعطيكم شنو الاسئله اللي كيطرحوا في الانترفيو، غادي نقول لكم كيفاش الناس دوزوا قبل منكم، شنو الاسئله اللي طرحوا، غادي نقول لك شنو هما الاسئله اللي ممكن يطرحوا على حساب البروفيل ديالك نتايا، وكيفاش تجاوب عليهم، وكيفاش تقاد الورقات ديالك، كيفاش تشد رونديفو كامل. ان شاء الله غادي نكون معكم في التريتمون تاع الفيزا، وبطبيعه الحال غادي ندفعوا قبل منها لونيفرسيتي، وغنشوف معكم احسن يونيفرسيتي اللي ممكن انكم تدفعوا ليها، وعلى حساب نتوما وشنو بغيتوا تقراو. دونك اللي مهتم وبغى شي واحد يتكلف ليه بالدوسي ديالو صيفطوا لي غير ميساج في انستغرام، راه ديك الساعه غادي نشوف ان شاء الله الميساجات ديالكم ونحاولوا ندفعوا في اقرب وقت ممكن، لانه كل ما دفعتي بكري كل ما مزيان. وهذه البيريود هذه كتكون هي احسن بيريود فين كيجيو فيها لي زانسكريبسيون. فكما كتعرفوا لي زانسكريبسيون في روماني راه كيبداو تقريبا من شهر 2 شهر 3 وكيساليو في الصيف. دونك الا دفعتوا في هذه البيريود راه غادي تكونوا مزيان. واحد النصيحه غادي نعطيها للناس اللي يلاه غادي عندهم البكالوريا هذا العام، اول حاجه حاول تجيب البكالوريا ديالك بنقطه مزيانه باش تخول لك انك تقبل في اي جامعه بغيتي وتعطيك بزاف ديال الفرص هنا في رومانيا. وثاني حاجه قبل ما تاخذ البكالوريا ديالك كونتاكتيني باش نجمع معك الوراق قبل ما تخرج لك كريطينه ولا قبل ما تخرج لك البكالوريا ديالك، باش هكا اون فوا يخرج لك الدبلوم ندفعوا مع الاولين، ماشي حتى تاخذ الدبلوم ديالك عاد نبداو نجمعوا الوراق عاد تبدا تعطل، لان في ديك البيريود كيكون واحد شويه ديال الازدحام وديال الاكتضاد ديال لي زيتيديون. سيرتو ان هذا العام هذا بزاف ديال الناس غادي يدفعوا الرومانيا، وبزاف ديال الناس كيفكروا في رومانيا كما قلت لكم، لانها هي اسهل بروسيدور واسهل شروط كاينه، وما كاين لا بلوكاج ما كاين والو. يعني بزاف الناس غادي تكبوا على رومانيا هذا العام. بطبيعه الحال الناس اللي كيدفعوا بكري هما اللي كيكون عندهم حظوظ كبيره. فبالنسبه للدراسه في رومانيا ممكن انك تقرا بالفرنسي بالونجلي ولا دير سنه تحضيريه ديال اللغه الرومانيه. بالنسبه للناس اللي باغا تقرا بالفرنسي ولا بالونجلي ضروري غادي تخصكم سيرتيفيكا ديال لا لونغ بانك كتهضر بديك اللغه باش يمكن لك انك دير لانسكريبسيون، غادي تحتاجها حتى في الفيزا. اما لما كانش عندك سيرتيفيكا ديال لا لونغ ديال الفرنسي ولا لونجلي ممكن انك دير اني بريباراتوار ديال اللغه الرومانيه، تعلم الرومانيه ومن وراها تقرا البرونش ديالك. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للشروط في رومانيا واللي ساهلين بزاف. وبالنسبه للجزائريين فهم ما عندهمش الكارون في الفيزا، دونك هذه واحد الحاجه اللي مزيانه وواحد البوان دو بلوس. وكما كنقول لكم راه مازال الامور شويه سهله، والا جيتي تقارن مع دول اوروبيه واحده اخرين راه غادي تلقى فريمون ماشي غير شويه، غتلقى فريمون سهله بزاف. وكذلك فبالنسبه للاستقبال لاي واحد مقبل انه يجي الروماني سواء معايا ولا يجي الراس ولا يجي مع شي بيرو وبغى شي واحد اللي يستقبله في المطار ولا يستقبله في المدينه اللي غيمشي لها ولا يمشي مع المدينه اللي غيمشي لها ولا يكمل مع لي زانسكريبسيون ويصايب معاه كارت سيجور والمسائل ديالو، فممكن انكم تكونتاكتينو. الحمد لله كاينين دراري وبنات في مدن كاملين هنا في رومانيا اللي كنعرفهم اللي خدامين معايا اللي ممكن انهم يتكلفوا لكم بالاستقبال ديالكم ويقادوا معكم الامور ديالكم الاولانيين سواء في بوخارست ولا في مدن واحده اخرى. ف اي حاجه احتاجيتوها غير خليو لي ميساج في انستغرام. ممكن يكون شويه ديال الضغط ديال الميساجات في انستغرام ما غنجاوبكش في الوقت، ولكن كن على يقين ان شاء الله راه غادي نشوف الميساج ديالك راه غادي نجاوبك. الله يسهل على الجميع. بالنسبه للناس اللي باغا تدفع راسها فمازال البروسيدور نفسها مخليها في يوتيوب، ما غاديش نمسحها ولا شي حاجه. الناس اللي باغا تدفع راسها ممكن انها تدفع راسها، ما تحتاج حتى شي واحد انه يتكلف لها بالدوسي ديالها ولا شي حاجه. وان شاء الله نتمنوا التوفيق للجميع، الله يسهل عليكم كاملين. وكما كنقولوا ديما الاخر يطفي الضوء وجايه تي الله.